بعد ما كتر الحديث عن رحيل عمر السومة من نادي العربي، هناك حديث عن عودة هداف الدوري السعودي التاريخي عمر لدوري روشن مرة أخرى. لهالسبب هناك عدة أسئلة لازم نركز عليهم. ما هو سبب رحيل عمر السومة عن العربي القطري؟ هل عودة عمر السومة لدوري روشن ستصب في مصلحة اللاعب؟ ما هي الأندية المهتمة؟ هل ستكون المهمة صعبة على العقيد؟ إحدى أسباب الرحيل هي نكران ما قدمه اللاعب من قبل الإدارة وتحريض الإعلام على السومة. هناك محاولة ضغط على اللاعب من أجل الرحيل عن النادي دون أخذ كامل مستحقاته المادية، إلا أن السومة كان أكثر احترافية بالتزامه الصمت واللعب دون أي تصريح. غريبة جدا، كرة القدم هي معشوقة القلوب والنكران فيها جانب مظلم. لاعب أتى لفريقك وفريقك أكثر من 30 سنة ما له محقق أي بطولة، وجاك العقيد وكان هداف أسطوري لناديك ودوريك، وجاب لك بطولة من العدم. مع كامل احترامي للدوري القطري ولجماهير نادي العربي اللي كانت سند ورمز وفاء للسوري، طبيعي اللاعب يفكر بالرحيل. بعض الأندية أخذتها عادة. المعروف عن عمر السومة لما رحل عن النادي الأهلي تنازل عن بعض مستحقاته المادية حبا لنادي أعطاه الكثير وقضى فيه سنوات. ما فعله عمر السومة مع الأهلي في الأمس لن يتكرر اليوم مع العربي. هناك 3 أندية مهتمة بضم اللاعب: الرائد والفيحاء وأبرزها التعاون. صراحة عودة عمر السومة لدوري روشن شيء إيجابي. الدوري السعودي أقوى من الدوري القطري بمراحل. عمر السومة خبير الدوري السعودي، يعرف المكان جيدا هناك. أيضا لا يعزز من أرقامه كهداف تاريخي للدوري ويبتعد أكثر عن عبد الرزاق حمد الله. طبيعي ما يكون عمر السومة منافس كهداف للدوري. أندية الرائد والتعاون أندية الوسط في الدوري السعودي. الاتحاد والهلال والنصر والأهلي الأندية الأقوى في الدوري السعودي. الكم الهائل من الفرص التي تأتي لرونالدو وبنزيما وفيرمينو ومتروفيتش طبيعي لا تأتي لعمر السومة. أتمنى منافسة عمر السومة لرونالدو ومتروفيتش، لكن الأمر صعب جدا. اللاعبين يلعب خلفهم انجالو كانتي وروبن نيفيز وفرانكي سي ومارسيلو بروزوفيتش. وأخيرا التاريخ لا ينسى، وما هكذا تهان الأساطير في كرة القدم.